السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحة جيدة. انا صافا الحمد لله. فيما يخص وصفة اليوم كان بغيوش ساهل ماهل ما يتعجنش، سي جوست تخلطي بيدك وتلمي وبمقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل. نخليكم مع طريقة التحضير ونبداو على بركة الله. هذا البريوش ما تعجنيه ما والو، سي جوست تخلطي سيتو. تقيسي بالعلبة تاع الياغورت، ديري 2 حليب يكونوا دافيين في إناء، وتضيفي لهم ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، وتضيفي لهم علبة سكر. إذا تبغي الحلاوة بزاف ديري علبة ونصف، إذا ما تبغيش الحلاوة بزاف ديري علبة تكفي. وخلطي جيدا وديريهم أكوتي لمدة 5 دقائق. بعد ما مرت 5 دقائق نضيف لهم علبة تاع ياغورت طبيعي ولا أي نكهة تفضليها، ذوق الفانيليا أي نكهة تحبيها ديريها. ونضيف بيضة كاملة ونخلطه جيدا. ومن بعد نضيف علبة تاع زيت المائدة، ولا بغيتي ديري الزبدة ديري علبة ونصف، وخلطي جيدا. كي تتجانس الخلط تاعك نضيفو الفرينة تدريجيا حتى نتحصلوا على عجينة تكون متماسكة وطرية وما تيبسيهاش، باسكو كون تيبسيها لو بريوش تاعك ما يجيكش طري وخفيف. تسمى لاستيوس راه في الفرينة، يعني تخلي العجينة تاعك تكون طرية وتتلاصق في اليد باه يجيك خفيف ريشة. هنا راني نضيف الفرينة تدريجيا، وراني كي نخلط باصابع اليد، يعني ما يتعجنش. تما هذا البغيوش اللي جبته لكم ما يتعجنش، تخلطي وتلمي يعني غير باصابع اليد، يعني ما تعجنيش. ما تلمي العجينه تاعك تكون طريه ديريها تتخمر لمده ساعه ونصف. بعد ما ارتاحت العجينه وخليتها مده ساعه ونصف، جات طلعت يعني خمرت توقع إيكازيتها، خرجت لها قاع الهواء. هنا استعملي الزيت في يدك بطع ما تلصقلكش العجينه في يدك، وديريها في البلون دو طرافاي تاعك. ديري تاني الزيت في البلون دو طرافاي وقطعيها حوالي انا قطعتها على 7 قطع يكونوا متساويين. ديري عينك ميزانك. من بعد خبزيها، وكيما انايا ذا البغيوش حشيتها بالشوكولاته الطالي. درت حوالي ملعقه صغيره، درتها في الوسط. من بعد قعدت تلم كيما راكم تشوفوا في الفيديو، اللم حتى نتحصل على كريه. فيما يخص المول استعملته هو دائري، درت له الزبده ودرت له الفرينه. بعد ما شكلتهم قاع ودرتهم في البلا، عادك نغطيهم ونخليهم يرتاحوا لمدة ربع ساعة. هنايا بعد ما خمروا خليتهم حوالي واحد الربع ساعة. مع درجة الحرارة راهي مرتفعة هذه الأيام، يخمروا لك بالخف تماما ما تقلقي ما والو. دهنت لهم البيض صفار بيضة، ودرت لهم الحليب ودرتهم الفوق. من بعد دخلتهم للفرن لمدة
طيبتهم لمدة 30 دقيقة. وهاي هي النتيجة بعد ما طابوا. وش نقول لكم البنات، جا خفيف وجا هايل. ما عليكم غير تجربوه وعلى ضمانتي، باسكو في الدار قاع قالوا لي عاودي تلمو عجبهم وتلمو جا خفيف كالقطن. ما عليكم البنات غير تجربوه وتقولوا لي في الكومنت كيف جاكم. نلتقي في وصفة جديدة وفكرة جديدة. مع السلامة، في أمان الله.